خناقه في الشارع راح فيها الشارع كله واتبقى 40 راجل، فيسيبوا الشارع ويعملوا مدينه. في العصور الوسطى الناس كانت فاضيه وبتتخانق على الفاضيه والمليان، ما هم بقى كانوا عايشين في واحه، والواحه ايه غير شويه ميه وشجر في الصحراء، فيحصل غزوات كتير من البدو والبربر والعرب على الواحه. ليه؟ بيملوا وقت فراغهم، ما كانش عندهم تيك توك بقى. المهم ان اهل الواحه كلهم يروحوا في خناقات ومشاكل، ويبقى 40 راجل من 7 عائلات مختلفه، نسب وعزوة اهو، ياخدوا بعضهم ويبداوا صفحه جديده في حياتهم ويبنوا مدينه على الجبل، مكان عالي، والبدو هيفيصوا عقبال ما يطلعوا لهم، وبنوا المدينه من الطين. الطين ده بقى كان بيخرج من الميه المالحه، فكان بيتحول لماده صلبه وعملوا بيها بيوتهم، وبنوا حوالين المدينه سور من نفس الطين. والمدينه دي بقى ملهاش غير باب واحد عشان لو حصل اي حوار يعرفوا يدافعوا عن نفسهم، وسموا المدينه شالي، وده يعني المدينه عادي باللغه السويه، والباب اسمه باب انشال. بس المدينه مش هتفضل بباب واحد على طول، الناس كانت بتحاول تتلاشى الاجواد زي ما انت بتتلاشى ابوك، والاجواد هم كبار العائلات عشان حواراتهم كتير. ده غير بقى ان لو حصل هجوم عليهم من الباب الرئيسي الوحيد في الواحه هيبقوا محبوسين، فكان لازم يعملوا باب تاني يعرفوا يدخلوا ويخرجوا منه في السر، فعملوا باب من الجهه الجنوبيه اسمه اتراث، يعني الباب الجديد. اما بقى الباب التالت اتعمل علشان الستات تعرف تخرج وتدخل براحتها لاجل الرجوله والشهامه، وده بقى علشان ما يتضايقوش من الولاد اللي بتقعد تتسنكح عند معصره الزيتون. واسم الباب باب قدوحه، وقدوحه دي ملهاش معنى، ده اسم الراجل اللي عملوا الباب في بيته عادي. والناس في شالي اتقسمت قسمين، قسم الشرقيين وقسم الغربيين. تفتكروا بقى هيعيشوا في سلام؟ كان عندهم مشاكل للصبح على هبل وخناقات، وكانوا بيسموها حروب. الحرب عندهم كانت بتبتدي من الشروق وتخلص في الغروب، ولو محدش استسلم بيروحوا بيتهم ويرجعوا جيران وحبايب وسمنه على العسل لحد شروق تاني يوم، فيرجعوا يتخانقوا للغروب اللي بعده، ويفضلوا بقى يكرروا الموضوع ده. كانوا فاكرينها شيفت كول سنتر، ما لازم بقى يقضوا على 40 راجل اللي حيلتهم. لحد سنه 1926 جت سيول بهدلت شالي، والبيوت كلها وقعت وما استحملتش، والناس نزلت من على الجبل عادي وسابوا شالي فوق وعاشوا حياتهم. شالي اتدمرت بس لسه موجود اثارها لحد دلوقتي، ده غير بقى عيون الميه اللي في كل حته في الصحراء، واجملهم بقى عين الجوبه او عين الحمام. وانتوا بقى تقدروا تروحوا تزوروا شالي وتشوفوا كل الجمال ده في الحقيقه. فلو تعرفوا بقى اي ترافل ايجنسي بتعمل رحلات لسيوه يا ريت تعملوا لها ماتش، واستنوا الفيديو الجاي علشان اقول لكم ازاي تقنعوا اهلكم انكم تسافروا.